من الأردن ينضم لنا مراسلنا محمد العزاه. أهلا بك محمد. في البداية، كيف هي الأجواء الجماهيرية هناك التي تسبق مباراة المنتخب الأردني أمام العراق؟ نعم، لربما بدأت الجماهير الأردنية من ساعات الصباح الباكر بالتوافد إلى استاد عمان الدولي لمتابعة هذا اللقاء. قد يقول البعض أن اللقاء تحصيل حاصل ما بين المنتخب الأردني والمنتخب العراقي بعدما ضمن المنتخب الأردني التأهل المباشر إلى تصفيات كأس العالم بعد هزيمة المنتخب العماني بالثلاثية، غير أن الأردن يبحث عن تعديل تصنيفه وفق تصنيفات الفيفا للبحث حول مجموعات أقل نوعا ما قوة من تلك المصنفة بالمراتب الأولى. هذا اللقاء يهم المنتخب العراقي على وجه التحديد، حيث أن المنتخب العراقي يبحث عن الذهاب إلى الملحق ومصالحة جماهيره عبر الفوز هنا في الأردن وتحقيق نتيجة إيجابية على أقل تقدير هنا في الأردن. الجماهير الأردنية نعم متحمسة بشكل كبير. محمد، ماذا عن الاحتفالات وما هي تفاصيل البرنامج الاحتفالي الذي سيلي هذه المواجهة؟ هناك تكريم للاعبين سيعقب هذا اللقاء من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي للكرة الأردنية. بطبيعة الحال هذا الأمر سينعكس على الشوارع الأردنية جميعها حتى ساعات الصباح، حيث أن الحكومة الأردنية أعلنت اليوم عطلة رسمية لهذا اللقاء تحديدا، مما يتيح المجال أمام الجماهير الأردنية للاحتفال حتى أوقات متأخرة. الجماهير الأردنية عبرت عن فرحتها طبعا بعد لقاء عمان تحديدا، حيث أن المنتخب الأردني ضمن التأهل من لقاء عمان وليس من لقاء العراق، غير أن الفرحة ستكتمل لدى الجماهير الأردنية اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العماني. المنتخب الأردني بطبيعة الحال لم يستطع تحقيق النتيجة الإيجابية أمام العراق بعد مباراة آسيا تحديدا، والتي انتهت طبعا بخروج المنتخب العراقي، لذا يبحث المنتخب الأردني عن تأكيد هذا الفوز. نعم، شكرا جزيلا لك زميل محمد العزاه، كنت معنا مباشرة من الأردن.